سير سير. إذا في عاجل مباشر متتبعي قناة شوف تي في عاجل. الآن حنا بقلب الحي الدوديات بمدينة مراكش، الحي الشعبي بمدينة مراكش، وللأسف يعني الشاب في مقتبل العمر تقريبا 20 حسب ما توصلنا به من المعلومات، أقدم على يعني طعن الأب ديالو هنا بقلب هذا المنزل كما تشاهدوا معنا لحدود الساعة. يعني المعلومات المتوفرة بأنه هذا الشاب هذا يعني تعاني من اضطرابات نفسية كان سبب في انه يعني انه الصراع او الخلاف مع الاب ديالو يعني باش انه كان سبب في هذا للاسف هذه الفاجعه متتبعينا. فالان يعني المصالح الامنيه تابعه لولايه امن مراكش بما فيها الشرطه القضائيه ويعني الشرطه العلميه والتقنيه والمصالح الامنيه التابعه لولايه امن مراكش، بالاضافه يعني للسلطات المحليه الان يعني تقوم بالابحاث ديالها في من اجل التحقيق. يعني الان يعني يتم فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات هذه الحادثه اللي تتابعوا معنا، لانه مؤسفه، حادثه مؤسفه ومخجله. يعني ما كانش ينتظرها، ما كانش لا على البال ولا على الحسبان بالنسبه يعني الناس وساكنه الحي الدوديات قرب يعني من دار الشباب بمدينه مراكش كما تتابع معنا في هذه اللحظات. اذا استنفار امني كبير للسلطات المحليه، استنفار امني كبير للسلطات المحليه والمصالح الامنيه كما تتبع معنا. ما زالت يعني المصالح الامنيه تباشر تحقيقاتها في الواقعه. يعني لحدود الساعه لم يتم تحديد، ربما غادي يتم رفع البصمات يعني كما تنقولوا والمعلومات اللازمه من اجل الوقوف على ظروف وملابسات هذا الواقع المؤلمه. يعني مازال باقي التحريات متواصله للاسف متتبعين، التحريات متواصله لحدود الساعه. تشوف تجمهر كبير يعني تم يعني تحديد مكان الجريمه من خلال يعني المسرح الجريمه كما تشوفوا معنا، في حين انه المصالح الامنيه تقوم بعمل الان من اجل المسح يعني المكان بطبيعه الحال، يعني من اجل جميع المعلومات اللازمه للوقوف على ظروف وملابسات هذه الجريمه الان اللي اهتز لها الراي العام المراكشي الان، وخصوصا ساكنه الدوديات للاسف متتبعين ومتتبعي قناه شوف. إذا كما تتبع معنا في هذا البث المباشر ما زالت تحريات متواصلة حدود الساعة من أجل الوقوف على ظروف وملابسات الواقعة كما تتبع معنا في هذا البث المباشر الآن متتبعين من خلال هذا المباشر. إذا المصالح الأمنية تقوم بالأبحاث ديالها، تنشوفوا بأنه عناصر الدراجين تابعين لولاية أمن مراكش بالإضافة للشرطة العلمية والتقنية تقوم بالعمل ديالها باش أنه الوقوف على ظروف الاسباب اللي دفعت هذا الشاب هذا حسب المعلومات اللي توصلنا بها كان تيتناول الممنوعات، الممنوعات عفوا القرقوبي، وكان سبب في هذه الواقعه للاسف متتبعين في هذا البث المباشر الان.
ديال العنق. اذا كما سبق وذكرت متتبعين ف ثلاثه ديال الطعنات، اذا ثلاثه ديال الطعنات كانت سبب في وفاه الاب او رب الاسره. للاسف كما تتبع معنا في هذا المباشر الان، تنتظروا يعني التحريات والتحقيقات ماذا ستسفر. نشوفوا بانه المصالح الامنيه الان رئيس الدائره رئيس المنطقه الامنيه الدائره الامنيه. انتم تشوفوا رئيس المصلحه الامنيه، يعني المصالح الامنيه كلهم حاضرين الان. يعني لو وجد طعن على مستوى العنق كان سبب في الوفاه، يعني طعن على مستوى العنق كان سبب في الوفاه المباشره للاب، قبل ما انه وجد طعن على مستوى الجانب. ما عرفناش واش الجانب الايمن، ما عرفناش واش الجانب الايمن او الايسر، بالاضافه يعني لطعنه اخرى يعني بالقرب من دار الشباب بالتوديات المتتابعين. هذا البث الحي والمباشر من ديار المساكين لإثر جريمة القتل تشوفوا يعني المصالح الامنيه كلها حاضره بقوه بعين المكان، يعني في انتظار يعني كما تشاهدوا معنا يعني فرقه الدراجين الان اللي إذا كما تتبع معنا بأن التحريات ما زالت متواصلة، يعني عناصر الشرطة العلمية والتقنية باقي فعيل المكان كما تتبع معنا في هذه اللحظات. يعني ربما غادي يتم نقل الجاني يعني الابن اللي قام بالجريمة من أجل إتمام التحقيق. بطبيعة الحال من أجل الاستماع عليه في محضر رسمي في انتظار يعني ما ستسفر عنه تحريات بطبيعة الحال متتابعين. يعني الجريمة الفروع ضد الأصول كما تتبع معنا في هذا البث المباشر الآن. جريمة فروع ضد الأصول، يعني ابن أقدم يعني الابن أقدم على يعني قتل الأب ديالو بواسطة طعن على مستوى العنق واللي أدت إلى ياسين رجع هو لا مش نهضر مع إذا كما تتبع معنا ما زالت التحريات متواصلة من طرف الشرطة القضائية والعلمية التي يتم يعني رفع جميع يعني المعلومات ولا يعني والابحاث متواصلة كما تتبع معنا في هذا البث المباشر الآن. كما تتبع معنا في هذا البث المباشر الآن
لحدود الساعه مازال ما عرفناش شنو السبب اللي دفع هذا الشاب. يعني المعلومات اللي توصلنا بها انه تتناول القرقوبه بهذه العباره فنيد يعني الفنيد المهلوز، واللي دفعوا يعني الشجار مع الاب ديالو وطعنوا على مستوى يعني انه تسلم السكين وتم طعنه على مستوى العنق ديالو اللي ادى الى الوفاه ديالو مباشر متتابعين. يعني المصالح الامنيه بازالت تقوم بالعمل ديالها من اجل العمل المتواصل بطبيعه الحال في مسرح الجريمه من اجل جمع المعلومات اللازمه والقيام بالتحريات اللازمه بطبيعه الحال، وجمع يعني العمل على الادله الكافيه باش انه يتم تحديد ظروف وملابسات الجريمه اللي راح الضحيه ديالها اب الان هنا بالتوجيهات يعني بالقرب من دار الشباب كما تشاهدوا معنا في البث المباشر. يعني عندنا عقليات يعني مؤسف يعني في الوفاة حالة الوفاة الآن يعني للأسف هادشي تنعيشوه. يعني تنشوفوا هاد التربية يعني تنضربوا على التربية ديال الأجيال، تنضربوا على التربية ديال الأجيال، تنضربوا على شباب الآن. هذا هو الشيء اللي مؤسف ومخجل للأسف. يعني تندوي نيت على انه الاحترام، تندوي على نشوفوا بانه جمهور من الاطفال، جمهور ديال الاطفال يعني من دافع بشكل كبير، وهذا الشيء اللي تيدفع يعني تساؤلات كثيره. يعني بهذه الطريقه وبهذا الجيل هذا نقدروا اننا نشوفوا المستقبل ديال هذا البلد وديال المغرب بطبيعه الحال. يلا سلام. إذا مازال التحريات المتواصله تتابع معنا في هذه البث المباشر متتابعينا. يعني المصالح الامنيه تقوم بالعمل ديالها من اجل جمع المعلومات اللازمه من قلب يعني قلب مسرح الجريمه كما تتابع معنا في هذه البث المباشر الان. إذا كما تتابع معنا في هذا البث المباشر متتابعين مازال المصالح الأمنية تواصل عملها كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر من أجل جمع جميع. صاحبي سير تلعب أنا نتبرز معاك. إذا كما تشاهدوا معنا ربما في هذه اللحظات هذه نحن في حالة وفاة، حنا في حالة موت الآن وللأسف. الدراري حشومة ما شوف قاعد في اليوم ما راه باغيين هذا الشيء، راه خص البوليس يتدخل، البوليس خصو يتدخل حيت هذا الشيء مع الكاميرا. واش وقيت ديال التفليه هادي؟ إذا كما تتابع معه للأسف يعني
هذه العشوائيه يعني للاسف هذا التجمهر اللي لا يليق. حنا في كل الاحوال تنقوم بالعمل ديالنا من اجل يعني تقريبكم من الواقعه ومن الحدث، ولكن تنشوفوا انه حنا تندويو على التربيه وتندويو على السلوك وتندويو على يعني واش هذا الجيل هو اللي بغينا في المستقبل، يعني واش هذا الجيل هو اللي غادي يرفع غادي يكون يعني اشياء تضرب غير البوليس. صحابو تضربنا حنا، غادي تضربي في البوليس، هما اللي خلينا هاد الجوقه هادي، حنا ما خاصني والو. ولا اله الا الله. أسامة اليوم باش نرجعوا لكم من الحدث والواقعه كما تتبع معنا في هذا البث المباشر الان متتبعينا. كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر الان يعني مازال التحريات متواصله بقلب المنزل الواقعه كما تتبع معنا في هذا البث المباشر الان. يعني الشاب اقدم على يعني انهاء حياه الاب ديالو بطريقه بشعه ومؤلمه، وللاسف متتبعين كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر الان يعني بعد ما وجه طعنات على مستوى العنق بواسطه سكين كما تتبعوا معنا. هذه الحادثه اللي اسفرت على استنفار امني يعني فور علمها بالواقعه حلت المصالح الامنيه تابعه لولايه امن مراكش ومن الشرطه العلميه والتقنيه الى عين المكان السلطه المحليه كما تتبعوا معنا في هذا البث المباشر الان متتبعين من اجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعه كما تتبعوا معنا في هذا البث المباشر الان متتبعين ومتتبع قناه شمس. شلون يعني مازال التحريات متواصلة كما تتبعوا معنا في البث المباشر الآن. يعني حسب المعلومات اللي توصلنا بها بأنه الشاب في مقتبل العشرينات من العمر ديالو، ما عرفتش واش 20 ولا أكثر باش نكونوا يعني كما عودتكم انني تنقل الحقيقه بطبيعه الحال وتنقل المعطيات يعني الواقعيه بانه الشاب في العشرينات من العمر ديالو يعني في العشرينات من العمر ديالو بطبيعه الحال كان تيتناول القرقوب يعني المهلوسات. الدراري يعني كان يتناول يعني كان مدمن على تناول المهلوسات يعني القرقوبه بهذه العباره اللي كانت سبب في انه اضطرابات نفسيه يعني اضطرابات عقليه على مستوى العقل. يعني فوضى عارمه، تجمهر كبير، وبالامكان المصالح الامنيه انه يعني تنهي هذه حاله الفوضى اللي بالخلف ديالنا. يعني بالامكان انه المصالح الامنيه، لان هذه مصلحه جريمه، تنتحدثوا على مصلحه جريمه وتنتحدثوا على واقعه يعني هذا الشيء مؤسف، ماشي يعني الوقت ديال التجاذبات والوقت ديال اللعب. يعني هو الجيل باكمله تندوي على اطفال ما عندهم يعني تيشوفوا
واش بهذه الطريقه يعني للاسف هذا الشيء ولا مؤسف. شوف هاد الطرطيق ديال العيني، شوف هاد الطرطيق ديال العيني اختي. ياك لاباس ياك لاباس ياك لاباس صافي لا بسلاد ولا بسلادي بسلادي. واه بنادم ماشي قلت لي احترام راه قلت ما درت خدمته. يعني في هاد اللحظات ربما نولي في واحد يعني هذا هو الكلام الصحيح. يعني الجهل ولينا في جهل كبير خويا يوسف. صحيح هذا هو الكلام الصحيح. ولينا في جهل ولينا في واحد يعني للاسف ولينا في واحد الفوضى كبيره. ما بقى التربيه ما بقى احترام ما بقى حنا بحكم العمل ديالنا حنا نقوم بعمل ديالنا تنخلوا الواقع. يعني هذا عملنا وهذا الشيء التزامنا حنا بكل الاحوال وفي كل الظروف. يعني تنقوموا بالعمل ديالنا حنايا يعني هذا هو العمل ديالنا وهذا هو الدور ديالنا وهذا هو الالتزام ديالنا. حزم محسن فاجأتنا هذه تم نقل جثة الهام. نعم. في هذه العتمة هذه تم نقل جثة الهالك ضحية جريمة الابن ديالو. تحية كبيرة للمصالح الأمنية اللي تقوم بواحد العمل كبير وكبير جدا. يعني تحية كبيرة للمصالح الأمنية الآن اللي تقوم بعمل كبير. يعني للأسف يعني تندبوا على يعني الناس التجمهور ديال الناس يعني ما لا يغني ولا يسمن من جوع. يعني التجمهور لاش هذا التجمهور لاش يعني فهاد الآن تلتحق سيارة الإسعاف سيارة نقل الأموات كما تتبع معنا في هذا البث المباشر. في هذه اللحظات تلتحق سيارات نقل الأموات كما تتبع معنا اللي هذه يتم من خلالها نقل جثة الهالك ضحية جريمة القتل الابن ديالو كما تتبع معنا في هذا البث المباشر الآن. هذه تم نقل
بتهرب. الابن ديالو يعني باش ناكدوا لكم في هذا البث المباشر متتابعينا في هذه اللحظات كما تتابع معنا في هذا البث المباشر الان، يعني للاسف اب راح ضحيه جريمه قتل الابن ديالو، جريمه فروع ضد الاصول. يعني شاب في المقتبل العمر ديالو، يعني في العشرينات من العمر ديالو، اقدم على طعن الاب ديالو بواسطه سكين على مستوى العنق، يعني بعد ما انه كان تناول القرقوبين المخدرات المهلوسه، وللاسف وكان ضحيه ديال هذه الجريمه كما تتابع معنا في هذا البث المباشر الان. فالان المصالح الامنيه يعني بعد ما تم تحديد معالم الجريمه يتم نقل جثه الهالك الى مستودع الاموات بناء على تعليمات الوكيل الملك، في حين يعني تم توقيف الامر. هذا صعب. صديقي زميل حد واقف انا ماشي شفتك الله يفتح. اذا هذه تم نقل جثه الهالك في هذه اللحظات. يعني التعليمات ديال النيابه العامه كانت واضحه بانه سيتم نقل جثه الهالك الى مستودع الاموات من اجل التشريح الطبي، بعد ما انه تلقى الاب او الهالك طعنات على مستوى العنق. وجدنا لحظات خارجيه نقول الان الجثه الى مستودع الاموات. سيتم اخراج جثه الهالك الان. إذا هذا هو المنزل. في هذه اللحظات يتم إخراج جثة الهالك يعني لضحية الجريمة نحو مستودع الأموات، يعني من أجل التشريح الطبي كما تتابع معنا في هذه اللحظات. إذا ما بقاش نشكركم، شكرا لكم، إلى بث مباشر إن شاء الله. تسجيل هزة أرضية ارتدادية بمدينة مغربية، وهذه التفاصيل. تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بلغت قوتها 3.10 درجات على مقياس ريشتر في مدينة تطوان والمناطق المحيطة بها. وفقا للمعلومات الصادرة عن المراصد الجيولوجية، الهزة وقعت في تمام الساعة 3:44 صباحا، وكان مركزها يقع على خطوط الطول 35,422 شمالا، والعرض 5,351 غربا، وذلك على مسافة 10 كيلومترات جنوب غرب تطوان بعمق 38.7 ميل تحت سطح الأرض.